يا ابني صلى على رسول الله. في الفيديو ده انا هعرفك اسماء قطعيات اللحمه ومكانها فين في العجل ويطبخ بيها ايه وايه انسب حاجه ليها وايه القطعيه الناشفه ايه القطعيه الطريه. كل الكلام ده هتشوفه معايا دلوقتي في جزاله خيري. طيب بص بقى، انت عندك اهي الفخده ده انا ومالكش دعوه بيه. هنشوف بقى عم سيد هيطلع لنا ايه من الفخده دي. طلع الاول الريسبيف ماشي. بص علق الحاجات فين، مالكش دعوه باللي اتعلق ده. هنشوف هنجيب. هنطلع من دي عرق الفليتو. شايف عرق الفليتو عامل ازاي؟ قطره حته لحمه في العجل. ما هناكل بس نطلع العرق وهناكل. انا عارف احنا ما فطرناش اصل، معلش. بص ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده اهو العرق بتاع الفليتو، ده ديل العرق وده راسه من فوق اهو. بنستخدم العرق كله، هنطلع ديت كده ونستخدم القرموط ده بس. العرق الفليتو دوت نطلع منه شويه شوي تحفه، ده يتعمل شوي ستيك جريل، يتشوي على الفحم. دلوقتي عم سيد هيخرج لنا الانتركوت وهيخرج الروز بيف من الحته اللي انت شايفها قدامك دي. يلا يا عم سيد عشان مش قادر، ممكن تلاقيني قمت ماسكها وعضيت فيها دلوقتي. ده شكل الروز بيف مع الانتركوت علشان تبقى انت عارف الشكل كويس. ده كده شكل الروز بيف والحته دي كده اللي فيها الانتركوت. انا عايزك تفصل لي الفخده دي، تطلع لي منها الوش وتطلع لي العروق. عايزك تدلعني. يلا بينا. وطلع حته نايه لعبد الله ياكلها دلوقتي. بص يا عم محمد، ايوه الله ينور عليك. ده بص وش الفخده. الله ينور. بعد اذنك عنك انت بقى. ماشي. سيبنا اعيش حياتي يا باشا. انا بحب الحاجات دي قوي. هنعمل منه شويه اسكالوب. حلو. هنعمل منه شويه كباب حله. هنعمل منه شويه شاورما. الله عليك. هنعمل منه شويه ستيك. كفايه. كفايه اعصابي تعبت. خلاص كفايه عليك. خدت بالك انت؟ سمعت ستيك. انا سمعت اسكالوب. اسكالوب. انا في الاسكالوب ما عنديش شم مرحمين. خش عليا باللي بعده. ده عرق تريبيانكو. ده العرق التليبيانكو. الله عليك. جامد. الطعم ده بتاع، عارف اللحمه البارده؟ ده بقى بتاع اللحمه البارده. انا اسمع الروز بيف ما تلاقينيش. اعصابي بتسيب انا. تعالى بقى خد ده. حته الكولاطه الشوكولاته. يا عم محمد كفايه بقى، تعبت اعصابي. حته الكولاته للاكيل حته طريه وسط ما بين الطري قوي وما بين الناشف، بس مايله اكتر للطري. خش عليها بالسمانه. طب السمانه دي لما اجي اطبخها في خضار؟ دي نعملها كباب حله، شويه اسكالوب بردك تطلع اسكالوب جميل، تطلع ستيك، تطلع شاورما، تطلع مكعبات شيش كده. انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي يفرق عم خيري عن اي مكان تاني؟ عشان خاطر احنا بلدي اورجانيك، اكل طبيعي. ما بنشتغلش اكل مصنع. ايه اللي بعد السمانه؟ الظهر. الله. والظهر دوت بقى احنا دائما بنقول عليه عضله. حلو. يتفرم. ايوه. لحمه حمراء خشنه. دي اللي هي فرم، دي تتفرم بس، صح كده؟ دي بقى الموزه. ادي بقى الموزه. ايوه. خش عليها يا عم محمد. انت كنت فين من زمان يا عم محمد؟ ايوه حد يقول معايا يا جدعان. دي الموزه. الله اكبر. الموزه اسم على مسمى. دايما هتلاقي حته لحمه طريه وفي النص كده في الجيلاتين يخليها تدي معاك تيست عالي قوي لما بتيجي تتعمل. دي نتاخد كده نعملها مع شويه شوربه. دي بقى الجوسي. مش دي يا ابني الجوسي بقى. ما هي ديت بقى تبقى جوسي بس لما تتسلق. الله عليك. تشرب شويه شوربه تخليك تقوم تمشي على الحيطان. جامد. هي دي. ايوه تمشي على الحيطان. اسمع مني. وتشد الركب. واهم حاجه شده الركب. ده اهم حاجه. الجيلاتين اللي جوه ده. هي بس يا فيجو. ودي اسمها الفرخه. دي بقى للناس اللي بتحب اللحمه الناعمه وجيلاتين خفيف. وخد بالك انت لما تروح للجزار تقول له انا عايز فرخه. دي برضو في الخضار جميله. تبقى جامده قوي. جميله. انت عايزها دي؟ لا انت خدها. خلاص تمام. بس سيبنا انا بقى. دلوقتي كده احنا معانا وش الفخده. بالراحه عليها بقى يا عم عصام، الله يبارك لك. عم عصام مش كفايه اللي جرى فيه، هنيجي عليه اكتر من كده. ايه ماشي. ايوه اقطع بس. الف سلامه. ده الوش هتطلع لنا منه بقى يا عم عصام. يطلع منه خضار ويطلع منه بفتيك، اكتر حاجه اسكالوب. حلو. ويطلع منه شاورما، يطلع منه كذا شغل. بص بيقول لك هفصل السمانه، يعني يطلع لك من اللوكشه اللي انت شايفها ما شاء الله الله اكبر دي كام قطعيه اللي انت بتشوفهم في الاخر محطوطين في الطبق الفوم. بص بقى دي كده السمانه بعد ما اتفصلت. طلع البفتيك وطلع الشاورما. شايف انت الحته الحمراء قوي دي؟ هي دي اللي يطلع منها البفتيك. ادي القطعيه بتاعت البفتيك بتطلع من السمانه. تاخد حته تبدا احطها لك في الرغيف دي زي ما هي كده لغايه ما ننجز، لغايه ما الاكل يجهز. ما احنا هنعمل ايه طيب؟ يلا يا عم عصام ده بقى ايه؟ ده اللحمه البارده. اللحمه البارده. حلو يلا بينا. بص ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده ايه تتعض كده وهي لسه نيه. دي الشاورما احنا لسه قايلين دلوقتي حالا بتطلع من وش الفخده، بتبقى هي حته بفتيك بس ايه بنقطعها شرايح رفيعه عشان خاطر نعمل منها الشاورما في البيت. حلو قوي. صلي على رسول الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. بص انت عارف يا عم محمد الحته دي بتخطف قلبي. دي الريب اي. الريب اي الكوستليتا بس مشفيه بدون عظم. كوستليتا بنتكلم عليها ان هي كوستليتا عشان خاطر بتبقى وعظمها. حلو. انما دي كده من غير عظم. يعني دي من غير عظم. أيوة. بقت ريب اي. ريب اي. حلو قوي. بعظمها كوستليتا. بتوع ايجيبت بقى بيقول لك ان اللي بعظمها أيوة. هي دي اللي اسمها الريب اي. فاحنا بقى بتوع مصر
بنقول عليها ايه؟ الكوستليتا. كوستليتا بتاعت فؤاد المهندس اما كان بيقول لك أيوة. الكوستليتا مشوحه. أيوة. هي دي. ايه الفرق بين الريب اي وبين التي بون؟ الريب اي بيبقى شريحه واسعه، اه. التيبون دي بتبقى بالفيليتو بتاعها حلو قوي، اللي هي وعظمها. الله ينور عليك، اللي هي إنها حته بتدي العظمه التي. حرف التي. أيوة. الحته اليمين الصغيره الفليتو. أيوة. والحته الشمال اللي هي الانتركوت. أيوة بالظبط. هو في فرق بين الانتركوت وبين الريب اي؟ بالظبط في فرق؟ ايوه الانتركوت دوت فوق من الفخده، حلو. من تحت الفخده. اه. الريب اي دوت من بعد الرقبه. حلو قوي. دي الانتركوت. دي الانتركوت. بص كده الفرق بين الاثنين، حته الكوستليتا عريضه، حته الانتركوت كنز عنها. نفس التراوه هي. لا دي اطرى من دي، يعني حته الكوستليتا اطرى من الانتركوت. حلو ده. الصلاة على النبي. بسم الله. دي القشرة، دي دي بيت اللوحة. بيت اللوح. بيت اللوح انا بسمع كتير قوي عن بيت اللوح ده. هي دي. وعلى قد حلاوه اللحمه على قد ما المواسير دي ما تقلش اهميه عنها. دي تاخدها تكسرها تعمل بيها شوربه تطلع شويه البهاريز، انسى. طالعين ايه بقى من الزند؟ بوت وقشره. البوت والقشره. يلا بينا. بص برضو الزند هتلاقي فيه برضو موز اهي، الموز اهي طالعه قدامك وتعرف شكل الموزه من اللفه بتاعتها. هي بص اهي يعني بتتمرجح اهي في ايده. احنا اتكلمنا عن الكندوز، ماشي. ما تيجي بقى نخش في الضاني كده وتفرجني الدنيا. الضاني بتاع المنيا فيه ميزه انه طعم قوي مسكر، تحب تاكله. ده نص خروف ببيت الكلاوي. أيوة. بالحاجات. أيوة. بالريش بكل حاجته. يلا بينا. ده ما شاء الله حظنا حلو ان الحاج خيري الكبير موجود، الراجل وشه فيه سماحه الدنيا. ربنا يبارك في عمرك، وكفايه ان انت شرفتنا ونزلت ان انت تقابلنا وتقف معانا. دي كده فخده حلو. ودي كده ريش وبيت كلاوي، دي كده شوي. ما شاء الله. ده كتف بالرقبه. ده الدوش دوت بيبقى دسم حلو جدا. برضك بيمشي مع السليق مع الرقبه. احب الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله كان عليه وسلم. اللحم الضاني، وكان يحب من الخروف كله الكتف، وبقيه الخروف كله كان بيوزعه. والرقبه طبعا والدوش قلنا عليهم. ممكن على رز بسمجي تتعمل كبسه. حلو قوي. الفخده ممكن نخليها من العظم ونشفيها نعملها كباب. حلو شوي. جدا. وممكن ندخلها الفرن سليمه. حلو قوي. حته واحده. يعني دي لو اتعملت كباب ما تشدش. لا ما تشدش. يبقى احنا كده عندنا الريش والفخده وبيت يتعمل الكلاوي منهم شوي. يتعمل منهم شوي، هم وبيت الكلاوي. بالظبط. الرقبه والدوش ايوه دول سلق. الكتف يعمل منه صينيه اه. او يتقطع ويتسلق بردك او يتشوح يخش او الفرن. يخش الفرن. جميل حلو جدا. عندكم مصنعات، انا شايف قدامي كده كام حاجه، قول لي بقى ايه الدنيا خير. فكرة المصنعات الأول هي ابتدت من أكتر من 20 سنة معانا في جزارة خير. كان في اللحوم المصنعة كلها من كل الشركات بتتعمل بفول صويا وشوية حاجات كده مجهولة المصدر كتير، فاحنا عشان دايما بنحب ناكل الكلام ده يكون بلدي ونضيف كنا بنعملها الأول لبيوتنا. حلو. لما يجي بقى حبيبنا كده ويجي عايز ياكل فتعجبه فبتاع، من هنا ظهرت الفكرة وبدأنا نبيعها. حلو جدا. احنا من اوائل الناس اللي تعمل كفتة رز بلحمة كندوز. السجق عندي ما فيهوش غير 20% فاتس طبيعية بتاعت اللحمة، ولا فول صويا بقى ولا كلام من ده. اي حاجة، اللحمة بيور بنسبة 100%. والبرجر نفس الكلام عندنا، ده طبق نص كيلو. حلو قوي. بيطلع 5 شرايح. والكوارع انا شايف بقى برضو دي- الكوارع متقطعه الكوارع ومتروقه. دي بقى بتتروق. بص كده الكوارع عامله ازاي، يعني طبق الكوارع تاخده على الحل على بالهنا طول. والشفا. يعني ما شاء الله ما تلاقيش فيه شعرايه، ما تلاقيش فيه حاجه، الطبق قدامك اهو بيتكلم عن نفسه يعني. والله زي ما احنا في التصوير زي ما الزبون هياخد. عم محمد انا هستأذنك بس كده تقول لنا سريعا علشان خاطر اللي ما شافش الفيديو من اوله يبقى مركز معانا في اخر حته دي، البهاريز بتاعت الفيديو. اوكي. عندنا العجل من اول الرقبه لغايه العكاوي، بعد اذنك قول لنا من اول الرقبه بيتعمل بيها ايه لغايه العكاوي. اتفضل بص للناس وعيش حياتك معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الرقبه ديت بتتعمل سليق او خضار، وبعديها السن بيتعمل خضار حلو جدا وناعم جدا، وبعدين الكتف اللي هو فيه قشره اللوحه والموزه دول ناعمين وجمال وكلها الخضار او المسلوق. وبعدين نطلع بقى نخش على الريب اي، نخش على الستيك الانتركوت، نخش على الكولاطه خضار وستيك، نخش على الوش بفتيك وكباب حله وشاورما، نخش على العرق الفليتو يعملوا شوي، نخش على السمانه كباب حله وبفتيك، نخش على الظهر نفرمه، العرق اللي بينكو نعمله روز بيف، نخش على فرخه الموزه والموزه، وبعدين نعمل بقى العكاوي، احلى طاجن عكاوي. كده خلاص انت خدت عندك الكبسوله بتاعت الفيديو كله، انت خلاص فهمت كل قطعيه من دول يتعمل بيها ايه. بالهنا والشفا. خليني اقول لك ان اللحمه قطعيه وتسويه، احنا هنا في جزيره خيري ضمننا لك القطعيه، التسويه دي بقى بتاعتك انت. عايز تيجي عند جزيره خيري تعالى، مش عايز تيجي انت حر، هتخسر كتير قوي. انا جيت وكلت واشتريت مكانك.